السلام عليكم. واش ضروري من الإقالة ديال عزّاء خنوش؟ واش ضروري من المقاطعة ديال المنتوجات ديال عزّاء خنوش؟ واش إلا درنا هاد الشيء هذا واش ضامنين بأنه غيتم الإصلاح ديال التعليم، الإصلاح ديال الصحة والبطالة ما تبقاش والفساد ما يبقاوش؟ واش إلا درنا هاد جوج الحوايج هادو واش عندنا ضمانات بأن هاد الشيء غيتم الإصلاح ديالو؟ باش نعرفوا الخلل فين كاين ونعرفوا فين المشكل فين كاين. ولكن قبل ما دير شي تعليق، لأن بزاف ديال الناس يعني غيشوفوا هاد المقدمه هذه يقدر يكتب يقول لك ها واحد الزليجي او لا واحد الطبال او لا، يعني كمل الفيديو حتى للتالي باش نعرفوا النقاش علاش داير والموضوع علاش كنهضروا. وداك الساعات مرحبا اي واحد يمكن له يدير التعليق اللي بغا. بالعكس حنا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، بالعكس حنا بغينا النقاش، لان راه الانتخابات راه ما بقاش. باش تعرف واحد القضيه، الانتخابات ما بقاش، يعني سواء مشى بحالو دابا او لا ما مشى شيء، يعني راه ما بقاش تقريبا ما كملاش عام. يعني خصنا بالعكس، يعني هذه المده هذه خص جميع النقاشات تكون في هذا المحور هذا، وكل واحد يعطي الراي ديالو، كل واحد يعطي الاقتراح ديالو بكل الادب وبكل موضوعيه. يعني هاد المقدمه اللي درت يعني بغيت نسلط الضوء واش هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب، واش هو هذا سبب المشكل. يعني الا عرفنا سبب المشكل والسبب ديال والخلل فين كاين غادي نصلحوه. الا ما اعترفناش بالمشكل والسبب الخلل فين كاين راه ما عمره ما غادي تصلح. ضروري خص الانسان يجلس واحد شويش ويراجع راسو، وما فيها باس الا الانسان اعترف بواحد الخطا، بان عنده واحد الخطا واعترف بها. بالعكس هذه هي اللي غتخليه يصلح غدا. يعني الا ما اعترفتيش اليوم راه ما غاديش تصلح غدا، ما غتلقاش الحل غدا. يعني خصنا نعترفوا حتى حنا، لانني انا كيبان لي مزيان الا مشى مزيان، ومزيان من المقاطعه ديال المنتوجات مزيان اسيدي، هادشي كلشي مزيان. ولكن واش هذا هو المشكل؟ لا، انا بالنسبه لي لا. المشكل فينا حنايا، حتى حنا كنساهموا في هذا المشكل هذا. علاش؟ غنقول لك انا علاش. لان حتى حنا في الانتخابات ما تنشاركوش، ما كنمشيوش حنا للانتخابات نشاركوا فيها. كيقولوا الناس نوضوا تصوتوا، كنقول لهم لا ما نمشيش نصوت. علاش؟ لان هذاك السيد اللي غادي يطلع ما عنده ما غيدير لي. ايوا انت الا ما صوتيش وانا ما صوتش والاخر ما صوتش، شكون اللي غادي يطلع؟ راه غيطلع هذاك اللي ما بغيناش حنا. علاش غادي يطلع هذاك اللي ما بغيناش حنا؟ لان هذاك عنده واحد الكتله ناخبه ديالو، عنده واحد الكتله ناخبه ديالو متحكم فيها بجميع الطرق. المهم عنده واحد الوسائل اللي متحكم في داك الكتله. الا ما صوتناش حنا بالعكس هو مصلحته ما نوضوش حنا نصوتوا، لانه هو تما كيتحكم في واحد العدد معين ديال المصوتين اللي كيصوتوا عليه، وكيخول له يدخل للبرلمان، يا اما برلماني يا اما قاد شي حزب يا اما رئيس حكومه. لان حنا خلينا له الفرصه. يجي يقول لي شي واحد ولا وحنايا عينا ما نصوتوا، راه جميع الاحزاب متفق معك، جميع الاحزاب طلعوا ما داروا لنا حتى شي حاجه. لان هذا المشكل هذا اللي عايشينه حنا دابا ماشي غير بسبب عزّاء خنوش، بسبب يعني وزراء دازوا في حكومات اخرى واحزاب متعدده. ولكن صافي نبقاو حنا جالسين حابسين؟ لا ما يمكنش. لان راه الا جينا نقلبوا على عدد الاحزاب في المغرب غنلقاو واحد العدد راه كبير. عندنا واحد وقيلا يمكن اكثر وقيلا احزاب في العالم، وقيلا عندنا في المغرب ولا غنقولوا شي دوزيام تروازيام. وحنا ما كنعرفوش الاحزاب الاخرين، حدنا كنعرفوا داك النخبه اللي تنعرفوهم، واحد 8 او لا واحد 9 هما اللي تنعرفوهم، وما راه كاين العدد بزاف. لان حتى حنا خصنا نديروا واحد شويه، نضيعوا شويه ديال الوقت ديالنا نبقاو قابطين التليفون تنقلبوا هذه كدير هذه هذا كذا هذا كذا. لا ما يمكنش نبقى حنا متبعين غير التفاهه. مزيان التفاهه، حنا ما كنقولوش التفاهه ما نتفرجوش، نتفرجوا في التفاهه. الانسان ضروري مره كيبغي يخرج من واحد شويه ديال الاكتئاب ستريس، وهذا شويه كيبغي يضحك شويه المهم كيقلب على شي مواضيع اللي كتكون ساخره. ولكن ما خصناش نبقاو متبعين غير داك الشيء. ندير واحد شويه ديال الوقت، واحد شويه ديال الوقت نقلبوا فيما هو معقول. يعني نقلبوا في الاحزاب، شكون هما الاحزاب الاخرين اللي حنا ما كنعرفوهمش، شكون هما اللي كيمثلوهم، وداك الناس هادوك يعني منين جايين، واش عندهم شي احكام. لان الاغلبيه ديال الاحزاب دابا اللي تنعرفوهم حنا النخبه راه هما بزاف اللي كيكونوا متابعين قضائيين، كيتم التصويت عليهم وكينجحوا في الانتخابات. بنادم ما تيقلبش صافي. كي قلت لكم في الاول عنده واحد النخبه، عنده واحد الكتله ديالو تيصوتوا عليه يطلع، سواء عنده محاكمات او لا عنده فساد او لا عنده المهم كيطلع. يعني هاد الفتره اللي عندنا راه فتره من ذهب. راه شنو نقول لكم، راه فتره جات لنا واحد، راه الا ما تحكم، راه الا ما استغليناش. كنقلب على المفردات باش الا ما استغليناش هاد الفتره هذه
راه ما عمرنا ما غادي نزيدوا للقدام هاد الفتره هادي، وبالاخص في هاد الظرفيه هادي. النقاش كامله خصنا في هاد تقريبا شحال مازال عام ما كاملاش، النقاش كامل على من غادي نصوتوا ونقلبوا على الاحزاب اللي غادي يمثلونا. كاينين احزاب اللي غادي يمثلونا الا قلبنا عليهم مزيان غنلقاوهم. ما كنهضرش انا على داك النخبه ديال النخبه، ما كنهضرش على هادو، راه ضروري غنلقاو شي احزاب اللي ما بيناش ما كايناش شي وفيهم ناس كفء اللي يسالوا يمثلوا الشعب المغربي ويكونوا في الحكومه. وبالنسبه لي هذا راه هو هي الفرصه، يبقى هذا ولا ما يبقاش. وحنا نقولوا هذا مازال تحيد هذا على من غادي نصوت، نجيبوا واحد اخر ما كرف منه، نحيدوا واحد ما صالحش نجيبوا واحد اخر صالح. علاش اللي ما نستغلوش هذه الوقيته هذه ديال تقريبا ما كاملاش عام ونقلبوا على من غادي نصوتوا. وخصنا هاد الشباب هادو حتى هما يمشيو ينخرطوا في داك الاحزاب، ماشي الاحزاب ديال النخبه باش تفهموا واحد القضيه، لان الاحزاب هادو ديال النخبه راه غايكون فيهم هاد الزواق هذا في 10 شهور هذا، غايجيبوا داك الشباب وغيبغيو يزوقوا بهم وغيبغيو يقادوا بهم بحال داك الشكل ديال الحلوى كتبغي تقاد بها من الفوق، غيبقاو يقادوا بهم. يعني هادي غادي يكون على يقين غادي يديروا. حنا لا، حنا غادي نقلبوا على ديك الاحزاب اللي مغمورين، لان حتى باش هاد الشباب هادو باش يديروا حزب صعيب باش دير حزب، لان حتى الشروط الطريقه باش غتصوب حزب في المغرب راه صعيب باش دير حزب. كاينين احزاب اللي ما بينين شيء نقلبوا عليهم، الشباب ينخرطوا فيهم كي كنقولوا كنتمنى الا لقينا الاحزاب اللي يمثلونا يتم تسليط الضوء عليهم. ما كرهش والله ما كره، كاملين يمشيو بصوت واحد، هذا الحزب هذا غيمثلنا، حيت هذا هو الحل. راه ما كاينش شي حاجه يقول لك شي واحد يقول لك لا نعيشوا بلا احزاب، راه ما يمكنش، راه ما ترجعوناش للقرون الوسطى. خصنا نزيدوا لقدام، ضروري الدوله يكونوا فيها احزاب، فيها ممثلين، فيها جمعويين، فيها المجتمع المدني، فيها كل شيء باش كتزيد لقدام. غير هو خصنا واحد شويه ديال حتى حنايا شويه ديال الصبر، نقلبوا نبحثوا نمشيو نحطوا يدينا نديروا، ضروري شويه ديال التعب. راه الا ما تعبناش راه ما غاديش نديروا حتى شي حاجه. وبالنسبه لي هذا هو الحل، الا ما درناش هذا الشيء هذا راه غير كنخرب. يعني خصنا نناقشوا في هذه المواضيع هذه، يعني كي قلنا ما بقاش بزاف، يعني عام ما كامل شيء، خصنا نناقشوا في هذه المواضيع هذه. وبالنسبه للاخوان اللي بغى يدير تعليقات مرحبا، نناقشوا المواضيع بكل موضوعيه بكل حياديه، وكنتمنى يكون واحد النقاش اللي هو هادف وما يكونش فيه شي حاجه اللي هذا. والاقتراحات ديالكم او التعليقات ديالكم كلها مرحبا. تبارك الله عليكم.